دكتورة، طفلي أسنانه متسوسة، طلعيهم إله. هالجملة الجوهرية راح تسمعوها هواي بحياتكم العملية، ودورك كطبيب لازم توعي المجتمع بأي مفهوم خطأ خاصة بمجال الأسنان. لازم تفهمهم ليش ما ممكن نقلع أي سن بس إن هو متسوس ويأذي الطفل، وحتى توعيهم لازم تكون عارف إن كل طفل معرض لخطر تسوس الأسنان من عمر 6 أشهر فما فوق، لأن طبقة الإنامل طبقة المينا الخارجية للسن تكون أكثر ليونة مقارنة مع الأسنان الدائمية، ولهذا السبب تكون أكثر عرضة للتسوس. ومن أهم مسببات تسوس الأسنان عند الأطفال هو تناولهم الأغذية غير الصحية، تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والنشويات، كذلك شرب الحليب قبل النوم من دون مضمضة. كل هالأمور تسبب تواجد البكتيريا من نوع ستريبتوكوكاي ميوتاناس، وبالتالي تتطور إلى التسوس. أما بالنسبة للعلامات وأعراض تسوس الأسنان عند الأطفال فهي تختلف من طفل للآخر، ونلاحظ من خلال تكون بقع بيضاء معناها طبقة المينا بدأت تتكسر، وبالتالي تظهر تجاويف لونها بني فاتح، وبمرور الوقت تصير هالتجاويف أكثر عمق وأغمق لون، بني غامق أو أسود، بالإضافة إلى حساسية الأسنان من المشروبات الساخنة أو الباردة والحلويات. وحتى ما نوصل لمرحلة تسوس نقلع بسبب سن الطفل، شلون ممكن نحمي أسنان أطفالنا من التسوس؟ هذا السؤال اللي لازم يسألونه أغلب الأهالي. طبعا كل مرحلة عمرية إلها حل معين، مثل الأطفال الرضع الصغار تكون حماية أسنانهم من التسوس من خلال مسح اللثة بقطعة من القماش تكون ناعمة ورطبة ونظيفة بعد الرضاعة. وعند بدء ظهور الأسنان فننصح الأهل بتنظيف أسنان أطفالهم وفرشة أسنان ناعمة ذات شعرات صغيرة وماء عادي مرتين يوميا. ومن يكبر الطفل ويقدر ينظف أسنانه وحده تحت مراقبة الأهل يتم استخدام كمية قليلة من المعجون. وممكن اللجوء إلى حلول إضافية كتطبيق مادة دنتال فيشوسيانت على أسطح الأسنان الخلفية، وتطبيق مادة الفلورايد على أسنانهم بكميات وجلسات مختلفة تتراوح من 6 إلى 12 شهر لغرض الوقاية. في حال كان التسوس متقدم فنستخدم حشوات مؤقتة من مادة GIC Glasses Ionomer Cement بسبب قابليتها على إطلاق الفلورايد المضاد للتسوس. وفي حال وصول التسوس للجذر فيكون علاج عصب الأسنان اللبنية أفضل من القلع حتى لا يأثر على عملية بزوغ الأسنان الدائمية. وقدر الإمكان نبعد السن عن القلع المبكر بسبب المشاكل اللي تترتب عليه. وبالأخير حتى نحافظ على أسنان أطفالنا لازم تكون عندنا زيارات دورية لطبيب الأسنان.